واش خبرك انه بزاف ديال الناس كيصحابوا هاد العداوه اللي نايضه بين المغرب والجزائر يلا بدات، وانه راه حنا خاوه وما كاين لا مشاكل لا والو، ولكن هاد خاوه راه غير من جهتنا الا هبطتي للشارع العام ومشيتي وسولتي على الجزائريين البليبار غادي يقول لك المغرب والجزائر خاوه. اما بلد المليون ونص شهيد، الجزائر القوه الاقليميه، الجزائر المسالمه والمظلومه، اعداء الصهاينه واخوان العرب. تنقيو لي الجزائر من المغاربه كيف ما تنقيو الحجر من الواد. مليون ونص مليون شهيد التي تتبجح بها الجزائر في تحرير الجزائر اغلبيتهم نصفهم مغاربه. On ignore qu'est-ce qui se passe après le rideau. النعيم الجحيم. نهار 18 ديسمبر 1975، شهر ونص تقريبا من وراء المسيره الخضراء اللي قام بها الحسن الثاني واسترجع بها الاقاليم الصحراويه، غادا تنوض جارتنا الجزائر وغادا دير مسيره ديالها واللي سماتها بالمسيره الكحله، واللي رحلت فيها 350 ألف مغربي مقيمين بصفة شرعية في الجزائر، منهم اللي تزاد تما وقرا تما وكبر تما وخدم تما وتزوج تما، يعني حياته كاملة في الجزائر. بحال هاد الناس هادو كانوا 350 ألف شخص تم ترحيلهم بواحد الطريقة أقل ما يقال عنها من أبشع الجرائم الإنسانية. آنذاك كان سيء الذكر الرئيس هواري بومدين ناكر الجميل اللي غادي يصدر أمر بترحيل المغاربة صباح يوم عيد الأضحى، وانتم عارفين عيد الكبير شنو كيطرا فيه، الناس يلا جاية من الجامع صلات صلاة العيد ديالها وغادي تمشي تذبح الأضحية ديالها. الناس معيده فرحانه، الدراري الصغار كتلعبها، اللي مشى على العافيه باغي يشوط الريوس، كل واحد وشنو كيدير، العيالات كيغسلوا في الدواره، الرجاله كيذبحوا في الحواله، حتى غادي يجي العسكر الجزائري وغادي يخرجهم بالقوه من ديورهم بدون اي سبب، واللي كيسول علاش كيقولوا لي الملك الحسن الثاني ديالكم بغاكم، جردهم من جميع الممتلكات ديالهم، حتى واحد ما هز معاه لا ذهبو لا فلوسو، اللي خرج معاه كتلقاه خرج باسبور ديالو وباسبور جزائري بالمناسبه، رغم ان الشخص مغربي ولكن راه تزاد في الجزائر غير عنده اصول مغربيه، والجزائر قلبت على اي واحد عنده اصول مغربيه وعايش في الجزائر رغم الوظيفه ديالو رغم اي حاجه في دم ديال المغربي غادي يخوي الجزائر. العدد ديال الضحايا كان 350 ألف شخص، وهذا الشيء كامل كيف ما قلت لكم نهار عيد الكبير، هبطوهم بالقوه وبالسلاح وركبوهم فين؟ في الطوموبيلات ديال العسكر والكاميوات ديال العسكر وشدوا بهم طريق الحدود، وعيد الاضحى ديال هذوك الناس مساكن غادي يتحول لمأساة. الجزائر بعد ما دارت هادشي ماشي غير انتهكت حرمة المنازل ودخلت عليهم بالقوة، بالاكثر من هادشي عدم احترام الله عز وجل في واحد من النهارات الكبار عند الله اللي كنقدموا ليه واحد الاضحية اللي كتكون قربان لله سبحانه وتعالى، وهما داروا هادشي كامل نهار العيد. علاش؟ باش يمرضوا المغاربة. على كل حال عند ربكم تختصمون. ما علينا، فعلا بدات عمليه ترحيل يوم العيد، كاع الاحياء عامره بالعسكر واعوان السلطه وكاميوات ديال العسكر كيعمروا فيهم بالناس، كتسمع صرخات النجده والبكاء ديال الدراري الصغار. كاين اللي كان يلاه بدا كيذبح الاضحيه ديالو، وكاين اللي مازال، هادشي اللي ما يقبلوا الله سبحانه وتعالى لا عبده، ولكن دارته الجزائر. اي عاقل عنده في قلبه ذره من الرحمه ما يقدرش يدير هادشي. الدراري الصغار كيبكيو، الناس كبار كتتعرض لابشع انواع التعذيب الجسدي واللفظي. كتلقى عائله مثلا فيها اب مغربي وام جزائريه وولادهم تما كيشدوا الاب كيديروا له فان هو وولادو وكيخليو الام، وتخيل معايا هاد العقليه عندهم كي دايره. عاد زيدناه بالاموال ديال جميع هذوك المنازل ديال المغاربه اللي خواوهم، والعسكر خدا كلشي ما خلا والو وما خلاهم يهزوا حتى درهم. والسبب شنو؟ كيف ما قلت لكم الجزائر قالت لك هادشي جا كرد فعل على داكشي اللي نتوما درتوه في الصحراء، كيقصدوا زعما المسيره الخضراء، وهما داروا مسيره اخرى وسماوها المسيره الكحله، وداروا فيها نفس العدد ديال الناس اللي مشات حررت الصحراء، واللي كان تقريبا 350 ألف مغربي، واللي هبطوا كاملين في المسيره الخضراء، وهما رحلوا لينا 350 ألف مغربي من الجزائر واللي هما مغاربه عايشين في الجزائر. تخيل معايا بشاعة المنظر، واحد كيفرقوا بينه وبين ولادو، منهم مغاربه تولدوا في الجزائر حياتهم كامله كانت في الجزائر كيف ما قلت لكم، وتخيل معايا هاد الناس كاملين كانوا كيعتبروا ان الجزائر هي وطنهم وصدقات هي اللي طارداهم، يعني مشاهد تخزي وكتألم النفس.
وعلى حسب الإحصائيات اللي كانت في عملية التهجير القسري شملت 75 ألف عائلة. تخيل معي أنهم تسبوا في التشتيت ديال 75 ألف عائلة، وإلا افترضنا كل عائلة فيها 4 حتى 3 الأشخاص، راه في الطوطال كامل كاينه 350 ألف شخص تم الطرد ديالهم من الجزائر وبالقوة. هاد الناس منهم اللي باقيين حيين لحد الآن، والشهادات ديالهم راه غادي تشوفوهم على عينيكم. وعلى حسب شهادات ضحايا المسيرة الكحلة أنهم تعرضوا لمعاملات سيئة لا تمت للإنسانية بصلة، فما بالك بالإسلام. الناس اللي طردوهم في الليل كيحكيو باللي أن التجاوزات وصلت لحد الاغتصاب والتجريد من الممتلكات والأموال والخروج من الجزائر بما عليهم من ملابس. واللي بغى يبقى في الجزائر خاصو يعترف بالكيان الوهمي جمهورية الغبرة والعجاج أو جمهورية قياط من البوليزاريو. هادشي البليبار ديال الناس رفضوه، أنهم يعترفوا بالكيان الوهمي. والمغرب كيف ديما راه حب ولادو وما طردهمش وجابهم لعنده، رغم أن التعويضات كانت قليلة حيت ماشي هو اللي مسؤول على الجريمة، ولكن راه دار اللي عليه بعدا. 18 دجنبر 1975 غادي يبقى وصمة عار في تاريخ الجزائر، هو مجموعة من الأحداث الأخرى اللي كيفضحوا واقع دولة ونظام مريض أنه يوما ما يوليو بحال المغرب. ضحايا المسيرة الكحلة باقيين بزاف منهم عايشين، وكاينه شهادات موثقة بالفيديو عن القوات الملكية المسلحة. هاد الناس مازال كتطالب بالتعويض وتصنيف هاد الواقع ضمن الجرائم الإنسانية، وعايشين على امل انه شي نهار غادي يرجع لهم حقهم ويتلم الشمل ديالهم من جديد. كاين اللي خلى ولادو وخوتو الحدود الساعه ما عمرهم ما شافوا، وكاينين اللي كيمشيو حتى الحدود ديال وجده مع الجزائر وكيبداو يتناداو مع بعضياتهم. الفيديو ديال اليوم سالم، وغادي نحاول نختموا لكم بخطاب ديال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا، ولله الحمد سبحانه وتعالى، فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقية، قيمته البشرية وقيمته. تهلا